شكرا مهند الجالي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، حانت لحظة الحسم هنا وبالتحديد في اياب نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية، كأس الاتحاد الافريقي النسخة 21 التي انطلقت بهذا المسمى منذ 2004 ما بين فريق نادي الزمالك المصري صاحب لقب في هذه البطولة 2019 على حساب المنافس النهارده اللي يواجه نادي الزمالك في مباراة اليوم فريق نهضة بركان صاحب لقبين. أمامنا هنا قبل انطلاقة هذه المباراة كما نتابع طبعا رئيس الاتحاد الافريقي للقدم والسيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. هنا حوار خارج طبعا الملعب في مدرجات الملعب. لقاء الذهاب انتهى في ملعب نهضة بركان الفريق المغربي اللي بيقود هذه المباراه السنغالي. المباراه تنطلق امامنا هنا، لكن يطالب بخطا ولا محاوله سيف الجزيري الراسيه حسام عبد المجيد ومره ثانيه استلام واحمد حمدي والجزيري. الكره الارضيه ترجع الى دونجا يسدد. يا ولد على البدايه، يا ولد على البدايه المهمه قوي، البدايات مهمه قوي البدايات. شوف الكره العرضيه وبص امامنا هنا دونجا ثانيه شحاته الكره العاليه ونضاي مش ممكن. التركيز مهم. كره نضاي قد تكون كره الهدف الاول في 6 دقائق من الزمالك ناريه. 6 دقائق. مره ثانيه هنا نضاي عرضيه خطيره، الكرات العرضيه ضغط ركنيه زيزو على طول ملعوبه زيزو، كرات راسيه حسام عبد لكن ترجع مره ثانيه محمد شحاته الكره العاليه شحاته وادي امامنا مع الترجي ومع المصري ورحلته امامنا. كره على طول الدفاع الهجومي للزمالك، لكن لازم بالازداد في دوري الابطال البيئه ضغط زملكاوي البحث عن هدف اول. حسام عبد المجيد الافريقي كان امام الوداد على طول الكرات العاليه ابعاد سيف الجزيري صراع في الكره العاليه لكن فتوح الكره تتعلق العاليه صراع التحام. بص امامنا الاعاده ادي تحيف، ادي امامنا عادل تحيف. زيزو الزمالك كره عاليه امامنا راسيه على الخمسه الاخيره. عمر جابر في كره عاليه احمد حمدي لكن مميز سيدو متقدم بفارق هدف. وادي امامنا زيزو الكره ملعوبه من حمزه امامنا لكن حمزه الجمهور امامنا بيحفز لعيبته على طول. زيزو كره العاليه حمزه 2 ادي امامنا زيزو يلم حلوه قوي وتعدي الكره واحمد حمدي في مرمى جولدن فيوتشر. ادي امامنا الضغط الزملكاوي وهدف لاحمد حمدي. احمد حمدي يدخل ابواب النجوميه الزملكاويه من اوسع الابواب باول اهداف المباراه في الدقيقه 20 بعد ضغط زملكاوي وبعد عده هجمات الزمالك يسجل اول اهداف المباراه. الزمالك بيقص الشريط من خلال احمد حمدي حافظ وانت خليك سجل. احمد حمدي حطها حلوه قوي الكره العاليه الراسيه الخطيره. قوه الزمالك عليه ان يتدارك هذه الامور. فرصه كبيره جدا للتعادل للاعب دايو مميز جدا في ضربات الراس. كرات الاماميه عواد يطلع عواد زيزو في واحده من اللقطات الدراميه اللي ان شاء الله اول ربع ساعه 3 اهداف في الوقت اللي سجل فيه الدقيقه 23 ان هو بيسند الزمالك. الفحلي وفتوح ياسين البحيري الكره البينيه الى باسين يا حسام امامنا جمهور الزمالك بيقول له حسام عبد المجيد باسين يا حسام خلي بالك احسن من بول باسين. امامنا هو السنغالي استلم لاعب تونجيت السنغالي ده لو لف كانت تبقى خطيره. التسديده يا ساتر ياسين البحيري خطا امامنا، خطا في التمركز، خطا في الرقابه. زي ما قلنا الزمالك يسجل لكن يحافظ على شباكه. بص الراجل ده لو لف لكن هو حافظ مش فاهم. والحمد لله ان هو كره في العمق الهجومي لكن حمزه المره دي جدا فريق كذلك عادل تحيف امامنا. الكرات العاليه الراسيه اللي بقول لحضراتكم عليها وتركز ولا يكون هناك اخطاء. والمره دي على تحتفظ بالكره مره ثانيه. كره تحيف عرضيه خطيره يمسك الكره احمد حمدي لكن نهضة بركان بانتشار مميز فيها صاد احمد حمدي. يا ساتر المرمى. بص امامنا الاعاده. بص ادي الكوره اوه يا ساتر هنا يعني وقت مميز وسجل غياب شيكابالا. تبديل اضطراري اوباما يدخل في الدقيقه. كره ثابته لمرابط خطيره الكرات العاليه. حسام عبد المجيد كؤوس افريقيه عنده هدف قادم
مش ممكن الفرصه اللي بتضيع من اوباما تروح لزيزو يضيع نضاي، ترجع مره ثانيه الكوره وترد بهجمه سريعه. فرص الزمالك مش فرصه واحده، الزمالك يعني كره قويه قوي على الركنيات دائما. اللاعب ابراهيم انداي هيسجل الزمالك الثاني ورايح يلعبها لمرابط، خطيره الكره مرابط لكن هي ايضا واحده من الكرات الخطيره، راسيه خطره يا ساتر. ترجي نصف نهائي بطوله دوري الابطال اللي كان فيها الاستلام دونجا وشحاته بادوار مهمه امام اللاعب السهل. فتوح حلو قوي الى نداي عدى ابراهيم عدى نداي العرضيه الراسيه سيف. يا سيف امامنا هنا، سيف الجزيري امامنا، فرصه كبيره جدا، فرصه كبيره. ابراهيم نداي بص اللي كان واقع قام، اللي كان عادل تحريف اصابه قام، لما كان مصاب قام. والله في الشهر القادم استلام من ابراهيم نداي، هدف ضائع يا راجل. ابراهيم نداي الحقيقه بيوصل ومجتهد، لكن اللمسه الاخيره دايما فيها مشكله. حل في هذه اللقطات اللي امامنا هو تبديل ياسين بحيره، لكن لقطه حلوه فيها روح حلوه الحقيقه. ادي امامنا تدخل واول كوره للبديل. حمزه السمومي يظهر في هذه اللحظات بيظهر يعني بيديله كده العين الحمراء، لكن امامنا يبدو انذار في رحله البحث عن لقب. ادي امامنا هنا زيزو، دايما كره الزمالك يضغط الشوط الثاني، البحث عن هدف ثاني، كره راسيه زيزو الى محمد شحاته. خلي بالك شحاته تدخل قوي، لكن في فاول على محمد شحاته وانذار لمحمد شحاته. انذار لمحمد شحاته، لسه بقول له خلي بالك، لان الكوره اللي امامنا هو التقلصات العضليه يوم استثنائي لكمال. ادي امامنا هنا تبديل اخر، زياد كمال محا في الدوري اساسي. وادي امامنا كره خطيره امامنا، السريعه الخطيره الهجمه اللي بيحاولوا من خلالها امامنا المرابط. اول كره خطيره الشوط الثاني محمد مرابط. بص امامنا نهضه بركان يحسسك فتحي اوباما، سيف الجزيري، سيف عايز يعدي سيف، لكن تبديل للزمالك في الدقيقه 60 بدخول زياد كمال. شحاته واحد من نجوم اللقاء يتلقى التحيه. لام المره دي التمرير فيها رايه وفيها تسلل، وطلعت تبديلاتهم قادمه، تبديلات قادمه امام الجزيري. يضغط سيف على العسال، لكن عسال عمليات مره ثانيه استلام. تبديلين، هيطلع يوسف المهيري وينزل مكانه جبريل وطن مكان محمد المرابط. تبديلين امام دي المباراه دي رقم 16. يطلع ابراهيم نداي بعد المجيد، يطلع في كره عاليه، تسديده خطيره، يلعب على جنب احسن، يلعب على جنب وخيري على طول، خطيره ايوب خيري، لكن مرت بامان وسلام. تطلع الكره فوق العارضه، ايوب خيري حاول يشيلها من فوق الحائط البشري. بص امامنا الاعاده، بص مين اللي بص اللي حضر بايده هو اوراقه الهجوميه. يدفع بيوسف الزغودي بديلا، يطلع امامنا، يطلع رقم 7. كاس امامنا هنا هو الهتاف الموجود، وفاول يا الفاولات يا فتوح، فاول يا فتوح وانذار لفتوح. حمزه انذار وفتوح ودايو الخطير والكرات العاليه، لكن سيف الجزيري المره دي على طول يسجل لا يستقبل. امامنا كره خطيره، خلاص المره يبدا هجوم العسال تسديده فتوح. حكم اللقاء محمد عواد يسقط، شيء يزعج الجماهير، لكن هي في النهايه تصريحات. رضا حجي تمريره محاوله الوصول، لكن على طول حسام عبد المجيد. سيف الجزيري يشيلها زيزو، لو بيزو في مشوار في انطلاقه امامنا هو يحافظ على كره طول، لان ناضل بركان خطير في هذا الوقت امام كره المساوي. الكرات العرضيه الخطيره راسيه خطره، يا ساتر على الكره دي، يا ساتر على الكره اللي فاتت دي. ادي كره وارتقاء كانت امامنا هو يوسف، امامنا زغودي. شوف مساوي زيزو وتدخل وفاول امامنا وتدخل عنيف، وممكن نشوف بطاقه حمراء، تدخل عنيف ممكن قوي نشوف بطاقه حمراء. حكم اللقاء يبدو فيه بطاقه حمراء. حكم اللقاء امامنا هنا في حاله طرد، لكن لمين؟ في حاله طرد امامنا، حاله طرد للاعب اللي قاعد مستخبي ده، هو اللي مستخبي ده امامنا. هل هو حمزه الموقع في هذه المباراه؟ لم يستفيد الزمالك من التبديلات الخمسه. محمد عواد حلوه لزياد كمال، زياد لعبه وحشه قوي. زياد مصطفى شلبي، هل ياتي هدف ثاني يريح الاعصاب؟ ولكن يشير على طول على السيري. مصطفى شلبي لسيف مره ثانيه، استلام سيف اوباما في مهاره في مرور اوباما يطلع اوباما. زياد كمال تدخل قوي، تصل مصطفى. فعلا هو الوفاء والانتماء، هو المعنى الحقيقي للوفاء. الزمالك
الزمالك يعود، الفارس الابيض يعود اخر 5 سنوات ويحقق اللقب مرتين. هي الفرحه والسعاده. حسام عبد المجيد لازم الزمالك يقدر. يوم استثنائي لكره القدم المصريه، يوم استثنائي لكره القدم. افراح وسط جماهير، وسط شماريخ، وسط عملوا في نادي الزمالك محمد عواد وفرحه الزمالك. كره القدم قصة التتويج الأفريقية، الزمالك للا شيء بعد أن فقد نتيجة الذهاب.